أهلا بيكم. لو عايزين تعملوا حاجة حلوة سريعة من غير فرن ومن غير مكونات كتير، تعالوا شوفوا الوصفة دي طعمها يجنن. أول حاجة خالص هنعمل الكريمة بتاعتنا. أنا جبت هنا نص كوباية من السكر وعليهم ربع كوباية من الكاكاو الخام الأسباني. ممكن كمان تقللي كمية السكر على حسب الرغبة، بس هي الكمية دي طلعت معايا حلوة جدا للوصفة كلها. وبعدين حطيت عليها معلقة كبيرة من الدقيق هرمية، وقلبي بقى المكونات دي كويس جدا مع بعض. يبقى هنا عندي السكر والكاكاو الخام وكمان معلقة كبيرة من الدقيق. حطي عليهم كوباية كبيرة من اللبن، واقعدي بقى قلبي كده كتير لغاية ما تختفي كل التكتلات، علشان نبدأ ان احنا نرفعه على النار. بجد وصفة حلوة جدا. وبعدين هنا بقى ضفت معلقة من النسكافيه اللي هو أو قهوة اللي هي سريعة الذوبان. هتعزز جدا 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 الطعم، ضرورية جدا. هاتي بقى كده من تحت وفوق وقلبي كويس قوي المكونات دي كده مع بعض لغاية ما تتأكدي ان مفيش تكتلات خالص. ارفعيها على النار، هتاخد معاكي حوالي 5 دقايق طبعا مع التقليب المستمر، علشان تتأكدي ان طعم الدقيق اختفى تماما، وهيبدأ الصوص بتاعك يتقل معاكي بالطريقة دي. وبعدين هضيف عليهم معلقة كبيرة من الزبدة، وابدأي ان انتي قلبي، وطبعا الزبدة هتسيح علشان الخليط لسه سخن زي ما انت شايفة كده. بجد هتديكي كريمة بجد سلسة جدا، كريمية جدا، وطعمها رهيب حلو قوي، بدون إضافة أي شوكولاتة خالص. هيطلع معاكي جناش للشوكولاتة طعمه حلو جدا. وعلى فكرة ممكن تستخدميه في تزيين التورتات أو تزيين أي وصفة انت تحبي تعمليها. بجد طعمه حلو قوي. شايفين طالع معايا قوام مظبوط، ولسه كمان هيتماسك أكتر من كده، بس هيكون سهل جدا في الفرد. وهسيبه بقى ان هو يبرد تماما. ممكن كمان تحطيه في الفريزر، بس بعد ما نستخدم جزء منه. هجيب هنا بقى بسكوت اي نوع انت بتفضليه، اهم حاجة يكون سادة. ممكن كمان تستخدمي معاه كام باكت كده من الشوكولاتة. هتستخدميه سادة خالص، او بسكوت سادة وشوكولاتة. وهتكسريه كده زي ما انت شايفة كده. انا مش عايزاه يتفتفت يبقى رملة او حبيبات صغيرة، لا انت بس بايديكي كده اقعدي كسريه يبقى حتت كبيرة شوية. يعني ما تستخدميش الكبة او اي خلاط، لا الوصفة دي كده بايديكي كسريه، علشان انا عايزة احس بطعمه وبالقطع بتاعته وانا باكل. شايفين الجناش بعد ما هدي ما شاء الله حلو جدا، ولمعة رهيبة جدا، وقوامه ممتاز جدا. حطي بقى هنا شوية من الخليط دوت على البسكوت، وقلبي كويس جدا جدا الخليط كله. بجد وصفة سهلة جدا، من غير بقى كريمة ولا قشطة ولا شوكولاتة ولا بقى ان انتي تدخليه الفرن. طريقة سهلة جدا جدا، تعتبر اسهل طريقة للليزي كيك لو انتي عايز تعمليها. اجيب بقى القالب بتاعي، استخدمي اي صينية مدورة او على شكل قلب او مستطيلة، اي قالب. وعلى فكرة ممكن كمان تعمليها في القوالب الصغيرة. اهم حاجة تدهنيها كويس جدا بنقطة زيت كده، علشان لما تيجي تخرجيها تعرفي ان انتي تطلعيها بسهولة. هجيب هنا بقى شوية لبن صغيرين، هحط فيهم كام واحدة بسكوت كده بس عشان تديني شكل حلو، او علشان تمسك الخليط كله لما اجي ان انا افتح القالب بتاعي يتفتح معايا بسهولة. وهنزل بقى خليط البسكوت بالشوكولاتة اللي انا عاملاها، وهتبدأي ان انتي تتكي كده كويس جدا، علشان تبقى متساوية تماما زي ما انت شايفة كده. بجد وصفة حلوة جدا، هتدعولي. بجد عملتها وخلصت في دقيقتين. عايزه اقول لكم ما شاء الله كان طعمها حلو جدا. ما كنتش متخيله ان هي تطلع حلوه كده. كده خلاص انا ثبت الخليط بتاعي، وحطيت بقى هنا بقيه الصوص بتاعي، علشان بس اتاكد ان هو تماسك كويس جدا معايا. وبعدين هدخلها التلاجة مدة مثلا ساعتين او اقل من كده كمان. يعني اول ما تحسي ان الخليط بتاعك اتماسك كويس جدا وخلاص تمام، خلاص بطلعها بره التلاجة. وبكون مجهزة كمان جزء وبحطه على الوش، يعني جناش الشوكولاته، بس هو ما تسجلش في اللقطة دي. بتسيبي جزء منه، نص الخليط بتحطيه على البسكوت، والنص التاني بتسيبيه على جنب في الفريزر لغاية ما يجمد خالص، وبعدين بتحطيه على الكيك بتاعك بعد ما يطلع. وابدأي بقى ان انت زوقيه بالطريقة اللي تعجبك. عايزة كمان تقدميه زي ما هو كده هيبقى روعة، وبجد مفيش احلى من كده. حلو جدا يا جماعة. الفكرة كلها هنا في البسكوت وفي جناش الشوكولاتة اللي احنا عملناه مع بعض. احلى جناش ممكن تعمليه
من غير بقى ولا كريمة ولا قشطة ولا شوكولاتة أصلًا، وهيطلع معاكِ حلو أوي. أنا هنا كان عندي شوكولاتة دارك عملتها كده بشرتها بشر خشن، وبدأت إن أنا أزوّق بيها. بأي طريقة، بأي تزويق عندِك متاح استخدميه، بجد كانت حلوة جدًا وكانت فكرة شيك أوي، ممكن تقدّميه لأي ضيوف عندِك، لولادِك في عيد ميلاد بجد. كيكة من أسهل وألذ الكيكات اللي ممكن تعمليها، من غير دقيق ومن غير مكونات كتير. بألف هنا وشفا، وأشوفكم على خير، وما تنسوش الشير واللايك، وجربوها وقولوا لي إيه رأيكم في الكومنتس، وأشوفكم على خير.